أعلنا عن تقديم حزمة من التشريعات الخاصة بالقضية الإسكانية، وذلك لمواجهة احتكار الأراضي من جهة والارتفاع الجنوني في الأسعار من جهة أخرى. حزمة القوانين هذه تتمثل في 5 اقتراحات رئيسية: رفع دعم الكهرباء والماء عن البيت الثالث وزيادة، رفع رسوم التسجيل العقاري البيت الثالث وزيادة، ضريبة تملك عن العقار الثالث وزيادة، ضريبة تصاعدية لأراضي الفضاء وتعديل قانون 2008 والقانون الخامس وهيئة العقار. وهذه القوانين قد لا تكفي لديمومة الرعاية السكنية، ولكن بالتأكيد في الوضع الراهن هي كبح جماح الزحف اللي موجود من رؤوس الأموال في القطاع الاستثماري إلى المناطق السكنية وتحويلها إلى سلعة تجارية على حساب المواطن الكويتي. فوفقا للدراسات الرسمية خلال 20 سنة القادمة سوف تتضاعف الطلبات الإسكانية، وراح يدخل علينا أكثر من 220 ألف طلب إسكاني إضافي. طبعا هذا الكم الهائل من الطلبات وهذا العدد الكبير يتطلب إيجاد آلية جديدة لتوفير الرعاية السكنية بأسرع وقت ممكن. لذلك تقدمت مع زميلي الفاضل الدكتور عبد العزيز الصقعبي ومجموعة من الزملاء الأعضاء بتقديم أولى هذه القوانين، وهو قانون إنشاء مدن إسكانية حديثة ومتطورة ضمن مواصفات العصر الحديث. القانون الأول يهدف لاستدامة الرعاية السكنية عبر خلق معادلة توازن بين أدوار الدولة والقطاع الخاص وحفظ حقوق المواطنين. فبدل المشروع الحكومي اللي كان ينص على تسليم أراضي الرعاية السكنية للقطاع الخاص ويكون المواطن لا سمح الله رهينا للمصالح التجارية، فإن قانوننا ينص على تأسيس شركات مساهمة عالمية يمتلك فيها المواطن نصف رأس مالها، والنصف الآخر شراكة بين الرعاية السكنية وشركات عالمية لها باع وتاريخ طويل في إنجاز المدن الإسكانية. فوفقا لهذه المعادلة فإن أي فرص استثمارية أو حراك استثمارية تم داخل هذه المدينة لك أنت يا مواطن نصيب في الربح. وتكمن أهمية المدن الإسكانية الجديدة ليس فقط في سرعة إنجاز الوحدات السكنية النهائية وتسليمها للمواطن وفق أولويته في الرعاية السكنية فحسب، بل أن المواطن ينتقل إلى مدينة أو منطقة متكاملة بكل احتياجاتها من مرافق عامة، من خدمات، من مناطق ترفيهية وصناعية واستثمارية. المهمة التالية لهذه الشركة هي توفير منتجات إسكانية متنوعة ومختلفة، سنجل فاميلي هاوسز، تاون هاوسز، الدوبلكسز وغيرها من المنتجات الإسكانية اللي لا تقل مساحتها عن 400 متر مربع. يختار منها المواطن ما يشاء وما يتناسب مع احتياجاته اليومية، أو الذهاب إلى خيار الأرض والقرض اللي دائما راح يكون متوفر بناء على رغبة المواطن. بالإضافة إلى ذلك فإن هذا القانون يعطي سلطة الرقابة والإشراف والمتابعة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية باعتبارها الضامن لحقوق المواطن، ومنع أي نوع من التلاعب والغش والتأخير في تسليم هذه الوحدات للمواطن الكويتي. وحتى تواكب هذه المدن الإسكانية الجديدة التوجهات البيئية الحديثة، حرصنا في هذا القانون على ضرورة تحقيق مفهوم الحياد الكربوني، وهذا لا يمكن أن يكون إلا بوجود مسطحات خضراء ومسطحات مائية ومسارات خاصة بالمشاة ومسارات خاصة لأصحاب الدراجات الهوائية وغيرها من العناصر البيئية المهمة اللي راح نسعى لتحقيقها من خلال هذا القانون. طبعا مثل هذا القانون لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود قوانين أخرى موازية له، وأهم متطلب لاستدامة مثل هذه المدن السكنية لطلبات كثيرة تصل إلى عشرات الآلاف هو استدامة القروض العقارية. وختاما نأكد بأن كل هذه القوانين ما كانت جهود فردية، وإنما ثمرة عمل فرق من المختصين ولجان تطوعية اشتغلوا طوال فترة الصيف لإيجاد حل إسكاني نهائي ودائم ينهي معاناة الآلاف من الأسر الكويتية.